بعد الشقا والتعب والصناعية والأقساط والمرمطة وسنين عمرك اللي ضاعت متغرب بره أو متغرب جوه بلدك عشان زي ما بيقولوا تكمل نص دينك أو تخش دنيا. الفيديو ده أهم فيديو في حياتك، ودي مش حاجة لجذب الانتباه أو حاجة، دي حقيقة مطلقة. اهلا بيكم في حلقه جديده. انا محمد حرفوش ودي قناه في الدولاب. النهارده جايين نتكلم عن يوم العمر. لو انت عريس جديد هتسلم لي قلبك بقى كده وتركن مشاكلك على جنب 5 دقايق وتنسى الدولار والذهب وتاخد لك جرعه سعاده ينفعوك قبل ما تدخل على جوازك. انا عايزك تسيب لنفسك خالص، الليله ليلتك يا معلم. على عكس اللي الناس بتقوله، انا شخصيا مش مناصري الموضة المنتشرة اللي بتقول انك تلغي الفرح خالص وتسافر بالفلوس دي، ولو كنت مقتنع تماما بالفكرة دي قبل الجواز. ولكن ده يوم فرحة فظيعة عليك ولأهلك وذكرى جميلة اهم من فلوسها. انت عارف يعني ايه انت العريس؟ يعني كل الناس جاية حرفيا تتفرج عليك، كل الفوكس عليك انت. لابس ايه، بتتكلم ازاي، حركتك ازاي، مدى ثقتك بنفسك. النهاردة هقولك على شوية حاجات تعملها عن تجربة شخصية عشان تقدر تستمتع بكل لحظة في اليوم ده وتستغلها استغلال كامل. ركز معايا بقى كده. اول حاجة، شقتك لازم تكون خالصة قبلها بفترة، ما تسيبش حاجة على اخر لحظة. في حاجات بتبقى بسيطة وبتاخد وقت كبير، يعني الحاجات البسيطة زي سلك النت، سلك الدش، الشفاطات، التقفيلات المطبخ. اي حاجة تتعلق بصناعي لازم تخلص قبلها باسبوع عشان تعرف تستعد وتستمتع باليوم ده استمتاع كامل، وما يكونش في دماغك اي حاجة خالص قبلها باسبوع. تاني حاجة ودي مهمة جدا، لازم تكون نايم قبلها بفترة، ولازم تريلاكس خالص وتشيل من دماغك أي مشاكل قبلها بأسبوع. اليوم ده مهم جدا. تالت حاجة بقى يا باشا، أنا عايزك تكون بارد جدا وتستقبل أي كلام مستفز من خطيبتك بصدر رحب وبهزار وبضحك. فينا علينا زرع على اختك وعليك وعلى امك. الله، وانا مالي يا لمبي؟ ده عشان خاطرك انت وعشان خاطر سلامك النفسي، عشان تقدر اليوم ده يكون ما بينكم مفيش اي مشاكل، لان الوقت ده بالذات بيكون ضغوط وبيكون مشاكل كتيرة ومش هتقدر تستمتع انت وهي باليوم ده، فركز قوي في النقطة دي. رابع حاجة، اختيار الوقت المناسب للفرح. طبعا في حاجات كل الناس مشتركة فيها انها بتعمل الفرح في وقت ويك اند، وده حاجة جميلة جدا، خميس او جمعة، او بتعملها في وقت اعياد واجازات، وده حاجة مفيش اي حد يختلف عليها. ولكن انا بتكلم عن الجو المناسب. يعني لو هتعمل اوبن اير لازم يكون في وقت صيف رسمي عشان الناس متبقاش قاعدة متضايقة، وفي يكون سنة لسعة برد، الناس ما تتبسطش وهي قاعدة. حاجة برضو مهمة جدا، الحلاق لازم يكون معاك اليوم ده ومن بدري، يعني ما تروحش قبلها بيوم او يومين تروح عنده وبعدها هو ما يبقاش معاك اليوم ده. هو بيكون ليه لمسات بسيطة كده وبيعرف يظبط شكلك وبيخلي شكلك فعلا عريس ومميز، وبرضو يحلق لك حلقة بسيطة ومناسبة على وشك، ويا ريت يعني بلاش المناظر دي. طبعا مش محتاجة اتكلم عن نظافتك الشخصية، ودي حاجة الناس كلها اتهرست فيها كلام ومفيش اي جديد فيها ممكن اقوله والناس يكون احسن مني بالتفصيل الممل. دي حاجة ركز فيها جدا لانها من اهم الحاجات في اليوم ده. بص بقى يا باشا، انا عايزك اليوم ده تفكك خالص وتسيب نفسك خالص وترقص وتهيص. اليوم ده مش هيتكرر تاني. ما 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 تفكرش في اي حاجة وما تركزش مع اي حد، ركز في نفسك وافرح قوي قوي، لان اليوم ده مش هيتكرر تاني. هيص بقى وعيش حياتك اليوم ده بكل جمال. ودي شوية تريكات سريعة في لبسك، اوعى تفوت حاجة منها. اول حاجة، بلاش البدلة تكون سليم جامد عليك قوي، دي بدلة كلاسيك ويوم فرحك، ولازم تكون واخدة الشكل يعني اوسع شوية من البدل الطبيعية اللي انك بتلبسها. تاني حاجة وناس كتيرة بتقع فيها، الشراب يكون بلون البدلة مش بلون الشوز. تالت حاجة، ما تنساش تلبس ساعة. رابع حاجة، بلاش البدلة تكون بتلمع قوي، خلي البدلة مطفية شوية، ويا ريت يكون لو شريط ستان بسيط على بدلة سادة يكون أفضل وأريح للعين. باشا لو سمحت ما تأفورش في الإكسسوارات، معلش بس أنا عايز أفهم حاجة، هو إيه السلاسل دي؟ بعد إذن الأمير خلي السندريلا بتاعتك تشوفك اليوم ده من غير سلاسل.
البس شداد تحت البنطلون، هيمنع البهدله منك وهيكون يديك حريه كبيره جدا انك ترقص براحتك، وما يكونش فيه اي مشكله ان القميص يطلع بره البنطلون ويكون شكلك في الاخر كوميدي جدا وكرتوني زي ما حصل معايا بالظبط. في حاجات بقى في فرحي انا شخصيا ندمان عليها واتمنى ان الزمن يرجع تاني وما تتكررش. اول حاجه ان اتجوزت اصلا. تاني حاجة أنا مش فاهم أنا كنت داخل محرج ومكسوف كده ليه؟ أبويا ماسكني وعمال يزق فيا كأني داخل النار. أنا مش عارف ليه أنا كنت محرج وداخل كده، لو اتعاد بيا الزمن هكون داخل عادي وبأريحية أكتر من كده. تالت حاجة بقى الفرح كان بعيد جدا، فما خدش الحلاق معايا وقلت ان الموضوع عادي، فكان شكلي مش مميز. يعني اصحابي حاولوا ان هم يعدلوا في شعري اي حاجة وعملوا لي كده في شعري الصلاحات والحاجات اللي يظبطوها، بس برضو كان المحاولات بقت بالفشل. بس يعني الموضوع عدى يعني، بس انا كنت نفسيا ما كنتش مبسوط شوية. اكتر حاجة مقرفة ومضايقاني ومعصباني لحد دلوقتي ومش عارف انا اتصرفت كده ازاي، ان اليوم ده كنت فاتح تليفون شغلي وجالي تليفونات كتيرة مشاكل في شغلي جامدة جدا، وكان ظروفي قبلها ما كانتش مظبوطة بالشكل الكامل يعني، فكنت متضايق وداخل وانا متضايق ومش مبسوط. فانا انصح اي حد تليفونك مقفول تماما، سواء تليفون شغلك او تليفونك الشخصي. خلاص ما تخافيش انا هقول. ولكن اجمالا اليوم ده انا مبسوط ويعني مش ندمان خالص خالص، والجواز جميل وانصح اي حد يتجوز، والدنيا حلوه خالص خلاص كله تمام، والدنيا مفيش اي مشكله خالص. ويا جماعة يا رب يسعدكم، يا رب يكتر أفراحنا، ويا رب يكتر أعيادنا. وخلاص كده الحلقة تكون خلصت تماما. ولو عجبتك الحلقة شير وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، وانصرونا إن شاء الله في حلقات جاية جديدة. سلام.